بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان وحلقه جديده من الملاعب اليوم. النهارده يمكن احنا بنتكلم عن الصفقات والبيانات اللي متبادله ما بين نادي الزمالك والنادي الاهلي، وكم الصفقات اللي نادي الزمالك ابرمها في الفتره السابقه، ويمكن يعني شيء جديد على نادي الزمالك وحاجه جديده، والناس كلها في جماهير نادي الزمالك مبسوطه جدا باللي بيحصل في نادي الزمالك حاليا من حيث الصفقات ولا امضاءات ولا اللاعبين المهمين اللي هيجوا نادي الزمالك. ويمكن النادي الاهلي الناحيه الثانيه بنشوف رد فعل نوعا ما كلها كلام ان هو هيبعد عن هينسحب عن كل الصفقات ومش هيخش في اي صفقه طول ما في لعيبه بتزايد عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي لما بيطلب لعيب خلاص يبقى هو ما دام قال اوكي يبقى مع النادي الاهلي. اول ما يروح ويعمل مزايده النادي الاهلي مش عايز. في كلام كتير قوي عن موضوع الساعه وهو الصفقات واللاعبين اللي هيتنقلوا من انديتهم ان كان الشرطه او الجيش ونادي الزمالك والاهلي، ولكن الحاجه الملفتة للنظر في ال 48 ساعه اللي فاتوا هو نادي الزمالك. شفنا نادي الزمالك تحركات كثيره جدا جدا من اعضاء مجلس الاداره، وشفنا لاعبين كل اللعيبه اللي كانوا بيتكلموا عليها في مصر حاليا جيدين جدا وقعوا لنادي الزمالك، وقعوا فعليا لنادي الزمالك، ان كان خالد قمر او رضا العزب او معروف يوسف او ايمن حفني او جيبور، كلها اسامي او دويدار، كلها اسامي قويه جدا جدا وهتفيد اكيد اي نادي. ولكن في حاجه برضه عايزين نطرح عليها تساؤل او نعمل عليها تساؤل ونحاول نجيب طبعا احد المسؤولين في نادي الزمالك عليها، وهي موضوع ان اللاعبين دول كلهم عقودهم ساريه، فهل هم وصلوا لاتفاق نهائي مع انديتهم؟ انا اعتقد ان انت لما تظهر ان انت مضيت فيبقى اكيد انت وصلت لحل. احنا عايزين بس نخلي الناس تعرف كل حاجه بالتفصيل، يبقى الامور واضحه، ان في ناس كتير تقول هم اللعيبه وقعت ولكن الانديه لم توافق حتى الان. اكيد يعني انا ما اعرفش والله، ما عنديش معلومه مفصله، لكن اكيد ما دام نادي الزمالك اعلن عن اللعيبه دي انها مضت يبقى اكيد توصلوا لاتفاق، لان مش ممكن هيعمل وينزل صور ان هو مضى لعيبه وهو ما وصلش مع اتفاق. ما اعتقدش ان اداره نادي الزمالك هتفوت عليها الموضوع ده. الناس جماهير الزمالك فرحين جدا ومبسوطين جدا جدا بالصفقات دي ومبسوطين جدا باللي بيحصل دلوقتي. ان شاء الله يعني هنحاول ان احنا نتواصل مع مجلس اداره نادي الزمالك ونشوف ايه الفتره الجايه، ولكن اكيد السوق ابتدى يشتعل مبكرا. طبعا ان الزمالك والشرطه هيلعبوا ماتش بعض في اخر مباراه في الدوري، وفي نفس الوقت الزمالك بياخد 4 أو 3 لعيبه في نادي الشرطه حاليا، ده عمل اكيد مشكله مع نادي الشرطه شويه. ويمكن شفنا البيان اللي نزل من كام يوم ان هو بيحذر اي حد بياخد لعيبته، ولو خسر ماتش الزمالك مش هيدي لعيبته للزمالك. كلام يعني في مشاكل في الفتره اللي فاتت نظرا للصفقات والنادي الاهلي وموضوع اسلام رشدي ونادي الزمالك، واسلام رشدي من حق الاهلي ام من حق الزمالك. يمكن النادي الاهلي هقول لكم برضه خلال الحلقه يمكن نزل بيان في هذا الموضوع، بقول لكم كل واحد شغال بيانات، كل الانديه دلوقتي شغاله بيانات بشكل كبير، ولكن الزمالك حاليا هو الانشط وهو الاكثر جديه ودفع فلوس للمنيا ودفع فلوس لايمن حفني. ولكن هي بس السؤال اللي يدور حاليا هل وتوصلوا اتفاق مع الانديه اصحاب هؤلاء اللاعبين؟ لان حتى الان كل اللاعبين اللي قيل ان هو وقعوا مع نادي الزمالك هم كلهم ليهم عقود ممتده مع انديتهم، ما عدا رضا العزب. رضا العزب خلص عقده مع اتحاد الشرطه ومضى عقد جديد مع طلائع الجيش، برضه ده شفت يمكن رضا العزب في صوره مع مستشار مرتضى منصور جوه نادي الزمالك، وبالتالي يعني انا متهيألي ان هو يتصور مع مستشار مرتضى منصور جوه النادي معناه ان هو اكيد توصلوا لحل او توصلوا لاتفاق، لان اكيد يعني ما ينفعش رئيس النادي يتصور مع لعيب جوه النادي وهو لسه ما وصلش لاتفاق. انا متهيألي ان اكيد توصلوا لاتفاق. هنعرف كل حاجه ان شاء الله من خلال حلقتنا.